فعاد الحديث عن مشروع عمره 40 عام لربط أوروبا مع أفريقيا. وكان العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني بحث مع ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بناء نفق بين البلدين. من شأن هذا النفق نقل بضائع ومسافرين بين ضفتي البلدين، وبالتالي تعزيز اقتصاد القارتين أفريقيا وأوروبا. النفق سيبدأ حفره في مضيق جبل طارق، والذي يمر منه سنويا من هذا المضيق ما يقارب 100,000 سفينة، ويمتد تحت البحر. النفق سيحتاجون للحفر لمسافة تقدر ب38 كيلو مترا من هنا إلى هنا، 28 كيلو مترا منها تحت سطح البحر. العمق سيصل إلى 475 مترا تحت سطح البحر، يعني ليس سهلا. وستكون هناك سكة حديد ونفق موازن للخدمات، وسيربط ملباطة